ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا واغلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويخلي لي تعليقاتكم يا رب الجميله. تعالوا النهارده هنعمل وصفه برتغاليه اسمها بومبا، حاجه كده تحفه. شايفين بقى الجمال؟ ممكن تحشيها اي حشوه انت تفضليها. شايفين بقى؟ يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا هنا كده نص كيلو دقيق، ضفت عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنزل عليهم كمان بواحد بيضه، وهضيف عليهم كمان ربع كوباية من الزيت، وهضيف عليهم معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر اهو، وهنزل عليهم كمان بمعلقة ملح صغيرة، وهقلب كل المكونات دي مع بعض كده شوية. وبعدين هتحضري بقى دلوقتي حليب دافي او مية عادي، يا حليب يا مية اللي تفضليه او الموجود عندك اعجني بيه. الوصفة هنا اخدت معايا بالظبط كوباية وربع من الحليب، او هتضيفي ممكن نص كوباية مية ونص كوباية حليب، يعني حسب ما انتي حابة. هنعجن بقى كويس جدا كده لغاية بقى اما تتكون معايا كده عجينة ملساء. طبعا اهم حاجة العجن تعجني فيها لمدة 10 دقايق. شايفين بقى هي كده شكلها بعد 10 دقايق عجن. طبعا هندهن بقى الطبق بتاعنا حبة زيت وهنسيبها تختمر معايا لمدة ساعة. معايا هنا كده نص كيلو لحمة مفرومة، نزلت عليه ببصلاية كده كبيرة. طبعا اللحمة انا ما بضيفش عليها اي زيت او سمنة ولا اي حاجة، بسيبها هي كده تنزل كل الحاجات اللي فيها وما بضيفش عليها اي مادة دهنية. وبعدين هنزل عليها كمان بقرن فلفل اخضر كده، طبعا لو عندك فلفل الوان يبقى حلو، ولو عندك كمان زيتون او طماطم قطعيهم وبرضه حطيهم في الوصفة، ده هيبقى طعمها حلو. وما تنسيش بقى مع اللحمة المفرومة بيفرق في طعمها خالص فص ثوم مفروم مع البصل، بيدي طعم ونكهة حلوة جدا للحم. نزلت هنا بقى بابريكا وكزبرة مطحونة، وكمان ضفت معلقة كده صغيرة من بهارات اللحمة، ونزلت كمان بمعلقة من الفلفل الأسود، ونزلت كمان بالملح. دي كل التوابل اللي هنتبل بيها اللحمة. شايفين بالشكل ده؟ هقلبهم بقى شوية كده لغاية اما المية كلها تنشف منها، او احس ان هي مفيهاش اي سوائل خالص. بعد كده هطفي عليها وتبقى جاهزة معايا. شايفين اهو. وطبعا انتي لو عندك جبن، عندك لانشون، عندك اي حاجة تضيفيها في الحشوة دي، مش لازم لحمة مفرومة ولا اي حاجة. كده بعد ساعة بقى بعد ما اختمر معايا كده العجين بتاعي، هنزله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبدأ بعد كده نشكله. طبعا النص كيلو قطع معايا بالظبط 12 كورة او 12 قطعة من العجين. طبعا انتي لو عايزة تكتري اكتر من كده مفيش مشكلة، ممكن تقطعي تقطيعات اكتر من كده. تمام، انا قطعتها 12 قطعة علشان تبقى حجمها متوسط، يعني ممكن كمان تعمليها اصغر هيبقى حجمها برضو حلو، لان هي بتتضاعف كمان بالشكل ده. طبعا كل قطعة كمان بقطعها تاني، وبعدين بحاول كده اعملها كرات تكون بالشكل ده، واسيبها بقى ترتاح شوية. يعني هنسيبها مثلا قد 10 دقايق ترتاح بعد التشكيل علشان نعرف نشتغل بيها. هنجيب بقى الحشوة بتاعتنا هنا، هضيف عليها جبنة موتزاريلا. انا اخدت طبعا ربع كيلو لحمة مفرومة، يعني انا كنت عاملة نص التاني، يعني نص الكيلو اخدت نصه بالظبط، يعني طبعا ربع كيلو، والربع التاني عملت بيه طاجن مكرونة وكان خطير برضو. بعد كده بقى هنا بعد ما سيبناها كده ارتاحت 10 دقايق، ابتديت كده افردها كويس زي ما انتم شايفين كده علشان احط الحشوة جواها واوريكم هنعمل ايه. هنجيب بقى كده حبة كده من الحشوة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هتحطي الحشوة على قد العجينة بتاعتك، لو العجينة كبيرة ممكن تشيلي شوية من العجينة وتخلي الحشوة قدها بالظبط. شايفة؟ بتحشي بقى وبتقفلي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتحاولي بقى تقفلي خالص من تحت علشان ما تفتحش معاكي واحنا بنسويها بالشكل ده. وبعدين بعملها كده وبضغط عليها كمان، بفردها اهو بالشكل ده، وبحشيها برضو زي ما انتوا كده شايفين. طبعا اهم حاجة الحشوة هنا ممكن تحشيها، انا عملتها قبل كده بجبنة ولانشون وزيتون وفلفل، كانت برضو طعمها خطير ولذيذة. والمرة دي عملناها بقى باللحمة المفرومة، طعمها حلو جدا اهو بالشكل ده. هنقفل كده وبعدين بقى هنسيبها ترتاح طبعا 10 دقايق كمان لغاية بقى ما نجهز باقي الحاجات بتاعتنا. انا وريتكم كذا واحدة علشان تبقوا معايا ماشيين خطوة بخطوة.
اهو بالشكل ده. والفطاير دي الحلو فيها بقى ان احنا مش هندخلها الفرن، هنسويها من غير فرن وطعمها هيبقى لذيذ جدا. اهو كمان بلم العجينة زي ما انتم شايفين كده اهو، بعدين بقفل الطرف بعد كده بالشكل ده اهو. بعد بقى ما خلصنا كده التشكيل بتاعهم، طبعا 12 قطعة يا دوب اخد ربع كيلو لحمة مفرومة، وعليهم كده 3 معالق كبار من الجبنة الموتزاريلا. هنسيبهم بقى كده يرتاحوا، طبعا نغطيهم، اهم حاجة تغطيها. هنجيب بقى هنا الكفر اللي هيبقى بتاع الفطاير بتاعتي، هيبقى هنا كوباية كده من الدقيق، عليهم كيس فيجيتار، وهقلبهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين بقى هنجيب هنا نص كوباية من الحليب، وهنزل كده بالعجينة بتاعتي في الحليب، او ممكن كمان في المية من غير حليب. وبعدين هنزل على الخليط اللي احنا عاملينه اللي هو الدقيق وال بتاع ده الفيجيتار، ممكن كمان تكون بقسماط، ممكن اي حاجة عندك يعني. تمام. ليه بقى احنا بنحط دقيق وفيجيتار مع بعض؟ علشان ما يتحرقش الزيت عندك، وتطلع الحاجة معاكي كويسة، وكمان ميستويش بسرعة من بره، ومن جوه يكون لسه ني. فلازم اهم حاجة تكوني حاطة حبة دقيق على الفيجيتار، وبنقلبهم كده بالشكل ده. وبعدين بنفضها كويس ونبدأ ان احنا نقليها. هنجيب بقى هنا كده طاسة فيها زيت، طبعا اول حاجة يسخن، وبعدين بنهدي النار، بنخليها على درجة حرارة متوسطة علشان تستوي معاكي العجينة من جوه. تمام كده. وبعدين هحط بقى الفطاير بتاعتي كده، او ايه حسب بقى ما تسموها. هي في البرتغال بقى اسمها بومبا، انا معرفش بقى احنا هنا ممكن نسميها ايه، ممكن نسميها قنبلة، ممكن نسميها فطاير، ممكن نسميها ايه اسماء تانية. هنبدأ كده بقى نرمي الزيت على الفطاير بالشكل ده لغاية بقى ما تنتفخ معايا كده ويتضاعف حجمها في الزيت، وكمان تستوي من جوه. شايفة بالشكل ده. هتقعدي بقى كده اما تاخد لون من تحت نروح قلبينها، شايفة على الجنب التاني، وبعدين كل شوية بتفضلي تقلبي فيها لغاية اما بتاخد اللون الذهبي، وبتبقى استوت من جوه معاكي ومن بره كمان. شايفة الحلو بقى في الفطاير دي انها مش بتشرب زيت، وبتطلع مقرمشة جدا وكريسبي كده، ومفيهاش اي نقطة زيت، كأنك كده مسويها في الفرن، وطعمها لذيذ جدا. لو جربتوها هتدمنوها وهتعمليها على طول، وكمان سهلة وسريعة يعني مش هتتعبك. شايفة هي كده خلاص اهي استوت معايا. هنبدأ بقى نطلعها بالشكل ده. شايفين بقى اللون بتاعها، شايفين جمالها، شايفين بقى كريسبي ازاي، حاجة كده تحفة. هنحط بقى باقي الكمية برضو بالشكل ده. انا بحط 4 في الطاسة علشان اعرف اقلبهم، وتاخدي راحتك كده وانتي بترمي عليها الزيت علشان تستوي من كل جنب اهو. معلش بقى اذا كنت طولت عليكم في الحتة دي، بس علشان تعرفوا طريقة التسوية. شايفين بقى طالعة مقرمشة وجميلة ازاي، شايفين الجمال. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.